الكتابة النفسية أو الدراما النفسية بتحتاج نوع معين من الكتاب. يعني السيناريست فيها بيكون ماشي على خطين. أول حاجة الخط النفسي، إن أنا لازم أستشير أطباء نفسيين علشان خاطر أعرف المرض النفسي وتأثيره، وأكتب العلامات المظبوطة للشخصية اللي أنا بكتب عنها. الحاجة التانية هو اللاين الدرامي أو خط الشخصية الدرامية، إزاي هرسم الشخصية وفقا للمرض النفسي اللي أنا بتطرق ليه. هنا في تركة نفسية موجودة في المسلسل ممكن يقدر إن هو يلقطها اللي اشتغل في الدراما النفسية أو اللي اتعامل مع نموذج من الشخصيات اللي هي النرجسية أو السايكوباتية أو النموذج بتاع وسام، أو يعرف أثره النفسي على اللي حواليه. شخصية من الشخصيات النرجسية من الأطياف العالية اللي بتوصل للسايكوباتية نوعا ما، ويمكن اللي يحلل الكلام ده أكتر الدكاترة النفسيين. توضيح الخط الدرامي أو الأثر النفسي لوسام على شخصية رباب كان في كذا فرصة في المسلسل من خلال لمحات كتير. أولا إنه صح إن أنتوا أظهرتوا إن هو متحكم لدرجة إن هو ما بيسيبهاش في السيشن الخاصة بالدكتور النفسي، ولكن كان ممكن ببساطة شديدة جدا لما طلبت الدكتور ممتاز ان هو يروح لها المصحة ويتكلم معاها وقال لها خلاص اطمني انا دلوقتي هبقى الدكتور النفسي الخاص بيكي، كان ممكن جدا يقول لنا هو عمل فيها ايه نفسيا او ايه الضرر النفسي اللي حصل لها، وليه هي ظنت انه في خطر منه على بنتها. كمان كان في فرصة ما بين رباب وما بين حماتها لما قعدت معاها بعد المحاكمة، شو كانت تقول لها كل اللي عندها عن شخصية وسام أكتر من إنها تقف عند جملة هو كان سايكوباتي أو إن هو ما كانش سوي نفسيا. دي الملاحظات الخاصة بشخصية رباب. أما أداء يسرى اللوزي كان ممتاز جدا، تعبيراتها، إحساسها، انفعالاتها مع الناس مع اللي حواليها، لا هايلة جدا في الأداء فيما يخص الإطار اللي مرسوم لها. الحاجة التانية إنه المفروض يتم استغلال دور دكتور ممتاز القط في المسلسل إنه يتكلم عن تخليله النفس لوسام أكتر من إن هو يعلق على جزئية بس البيدوفيليا أو الهايبرسكشواليتي أو الجزء ده. كان مفروض إن هو يحلل أكتر، لأن الشخصية مش بس كده، هي شخصية أعتقد إنها شخصية نرجسية بامتياز وسايكوباتية كمان. فده كان واضح من الانفعالات، المشية، البصة، البجاحة، حتى في المواجهة وردود الأفعال وحملات التشويه وتشويه السمعة، العيون الميتة. كل التركات دي عملها محمد شاهين بمنتهى السلاسة. في منطقة مهمة برضو قوي في رسمة الشخصية، ممكن يكون زي ما قلت ان الدكتور النفسي شرحها لفريق السيناريو، ولكن لما جت ترسم هم فاهمين بعض بس المشاهد ناقص ان هو يفهم. يعني معروف ان شخصية زي شخصية وسام بتكون يعني متعددة العلاقات، بتعمل مش تسليس وتربيع وسداسي وثماني وكل حاجة، فمعروف ان الشخصيات دي متعددة. نورة كانت تتوضح ان دي مين، هل هي نورة فتاة ليل، هل نورة دي كانت مين بالظبط، يعني موقعها من الإعراب في السيناريو كان واقع فين. الحاجة التانية إنه اللقطة اللذيذة اللي عملوها بس كانت سريعة جدا برضو، دي من ضمن الحاجات اللي هم فاهمينها من الشخصية بس كانت ممكن تتعزز، زي مثلا الموبايل التاني اللي كان موجود في العربية بتاعته. الشخصيات اللي زي كده دايما حواليها سياج وغموض وإطار ما بتسمحش لحد ان هو يقرب منه، بوابات سرية مش بوابة واحدة. فهم نجحوا في ان هم يوصلوه، ولكن كان في حاجات ممكن ان هم يعززوها بشكل اكتر من كده، بالذات ان في مشاهد ممكن تتشال وتتحط بدلها المشاهد دي. هقف كمان عند نقطة برضو تركة يعني ممكن نقول مأخذ على السيناريو، هي شخصية إيمان اللي ظهرت في الحلقة الأولى
وظهورها كان يعني بعينين مدورة وداخلة متحفزة بتبص على كل حاجة، تحس ان في علاقة مريبة، في فارق طبقي ما بينها وما بين أسرة نيلي. الشخصية دي علشان تتنقل بعد كده للمحامية اللي واقفة كتف كتف معاهم واللي مش سايباهم، هي كانت نقلة غريبة جدا. فواضح ان هم كتبوا الحلقة الأولى الأول، وبعد كده سابوا في فترة عملوا لاين درامي للشخصية، وبعد كده كملوا عليه، ما رجعوش ظبطوا الجزئية دي في الحلقة الأولى، لأن المفروض كانت الحلقة الأولى تبقى في ماتشنج ما بينها وما بين بقية الحلقات. ناقش كل القضايا الشائكة بمنتهى السلاسة، ولم يعترض عليها السواد الأعظم من الجمهور، بالعكس رحب بيها جدا وقال ان دورها مهم جدا. وهنا بنحط ايدينا على اهم نقطة، ان مشكلة الجمهور ما هواش الانغلاق ولا يعني انه عنده قضايا ما ينفعش انها تتقال، ولكن مشكلته في التناول. مسلسل اخترق كل الحدود، ولكن بمنتهى الشياكة ومنتهى الأدب، بالعكس ده ادى جرس انذار لكل الأسر المصرية.